السلام عليكم حبايب قلب ام يوسف. الفطير الشرقي وحلاوه الفطير الشرقي. هنعمل النهارده احلى فطيره حادق كده من الجلاش، بدون بقى ولا خبز ولا عجن ولا اي حاجه. معايا لفه من الجلاش كده اللي هي نص كيلو، جبتها كده وقسمتها نصين وقطعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اقطع كده اللفه كلها وهقسمها كده بالنص كده نصين. تمام. وهبتدي بقى ان انا معايا هنا صينيه دهنها كويس قوي كده بالسمنه من جميع الجوانب، وهبتدي انزل كده باول نص كده قطعته وافرده كويس قوي كده في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. بعد كده هبتدي ان انا اضيف الحشوه بتاعتي، الحشوه اللي انت عايزاها حطيها، يعني اي حاجه موجوده عندك استخدميها وحطيها حشوه. ان شاء الله لو هتحطي جبنه فلاحي وبقدونس هتطلع برضو معاكي احلى فطيره بالجبنه. انا عندي هنا برضو بسطرمه حطيتها كده مع الفلفل الاخضر. تمام. وعندي جبنه رومي كده مبشوره برضو نزلت بيها كده هوت على الحشوه بتاعتي كده بالشكل ده، وابتدي افردها كويس قوي. قطعة برضو من الزيتون كده نزلت بيها، زيتون اخضر او اسود اللي موجود عندك مفيش اي مشكلة خالص. تمام. بحب برضو اضيف جبنة موتزاريلا كده في الطبقة ديت. اللي موجود عندك زي ما انا قلت لك، الموجود عندك حطيه، يعني ما توقفيش نفسك على حاجة. اي حشوة موجودة عندك في متناول ايدك حطيها. بعد كده نزلت بقى بنص الجلاش التاني وفردته كده كويس قوي. هبتدي بقى اروح اعمل الصوص اللي انا هسقي بيه الجلاش بتاعي عشان ابدا ان انا اسويه في الفرن. معايا هنا بضايه نزلت عليها بكوبايه لبن، نزلت عليها كده بنص كوبايه من السمنه كده مسيحاها وسبتها تبرد. هضيف نص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الملح، هضيف معلقه صغيره من البيكنج باودر بتدي كده معاكي هشاشه للفطيره بتاعتك. هبتدي بقى امزج الخليط ده كده كويس قوي قوي مع بعض لغايه اما البيضه كده ميبقاش ليها اثر خالص. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تمام كده. هبتدي انزل بقى كده بالصوص واغطي بيه كل الجلاش بتاعي بالشكل ده، واتاكد ان كل الجلاش بتاعي اتشرب من الصوص ده. هجيب الاسبتيولا وهبتدي اضغط كده على الجلاش عشان اتاكد ان هو شرب الصوص اللي انا حطيته كله. تمام كده حبايب قلبي. انا طبعا مسخنه الفرن بتاعي علشان خاطر لازم تدخلي بيها كده على الفرن يكون سخن. هبتدي انزل كده على الوش بالجبنه الموتزاريلا برضو تدي معاكي مطه كده حلوه في الفطيره بالشكل ده. عندك بقى حبة البركة، عندك سمسم هتزيني بيه كده وش الفطيرة بتاعتك، مش موجود مفيش مشكلة خالص. انا ضفت كده كان عندي شوية سمسم حطيتهم كده على الوش كده ازين بيهم بس وش الفطيرة. يلا بينا بقى هندخلها على الفرن. بصوا حبايب قلبي، اول ما تاخد معاكم لون حلو كده من تحت ومن فوق هتطلعيها بالشكل ده. بصوا الجمال والحلاوة. هبتدي بقى ان انا اقطعها معاكم كده عشان اوريكم شكلها عامل ازاي. بعد ما قطعتها بصوا الجمال، بصوا الجمال والحلاوه. احلى فطيره. بصوا الجبنه سايحه جواها طعمه جدا. يا رب تجربي الوصفه وتعجبك. متنسيش بقى باللايك.